أهلا بيكم في فيديو تاني. هنتعرف بقى ازاي نكمل بقية الشكل اللي عندنا. نعمل الجزء اللي تحت ده. تعالوا بقى بينا نبدأ واحدة واحدة. طبعا من الشكل اللي قدامكم ده باين ان احنا اكيد هنستخدم المكعب اللي عندنا. هنحرك ال 3D كارسر زي ما احنا اتعودنا، شيفت ورايت كليك. هنحطها هنا، بجد دوس شيفت وحرف الايه، ولما تظهر لي القائمة دي هحط الكيوب. هاجي بقى قدامكم في طريقتين. اول طريقة ان انا ممكن اجي بالسكيل عادي جدا واصغرها بالشكل ده، او في طريقة تانية اني انا اجي من عند الايديت مود واحدد الجزء اللي تحت ده واطلعه كده فوق، والجزء اللي فوق انزله تحت حاجة بسيطة كده، وعلى اليمين نفس الموضوع. يعني انتوا شوفوا ايه اللي هيكون اسهل ومناسبكم. كده دي موجودة ودي موجودة. طبعا زي ما احنا شايفين على اليمين الشكل مش مظبوط خالص، فهنيجي بقى نظبطها ازاي من فوق كده. خلينا بس ايه، نظهر القائمة اللي هي تكون شفافة ونحركها كده شوية سنة بسيطة. خلينا نعمل زوم وهنزلها تحت كده، ودي هرفعها فوق سنة بسيطة. طبعا هحرك دي حاجة كده وبس كده ظهرت لي بقت بالشكل ده. هكمل برضو اعمل الشكل اللي تحتها على طول، وبرضو بيكون سهل. شيفت وحرف الدي، هو كده نفس الشكل. بس بقى ادوس ايه بقى، بدوس حرف الجي علشان الجي بتاع الحركة، واقول له اتحركالي في اتجاه الزد فوق او تحت. بيكون عندي الشكل ده. طبعا هي محتاجة تكبر سنة بسيطة، ومن الجنب ممكن احركها او اخليها يعني هنا كده شوية عشان ما تجيش جنب شكل الايد، خليها بعيدة عن الايد. هنا محتاجين ننزلها شوية كده، وهتكون عندي بالشكل ده. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنتعرف ازاي نعمل الرجل. كده خلاص مش هيتبقى لنا حاجات كتيره، ومحتاجين ان احنا واحده واحده بقى نبدا ايه نلون الشكل اللي عندنا، وان شاء الله الصوره توضح واحده واحده اكتر. اشوفكم في الفيديوهات الجايه. سلام.